شخص محترم متدين بيخاف من ربنا في حياته اليومية. ايه اللي يخليه فجأة واقف في وسط الآلاف بيصرخ بأبشع الشتائم في حق لاعب؟ ليه الدين والقانون والأخلاق بيتبخروا فجأة بمجرد ما نلبس قميص النادي؟ في سنة 2019 وتحديدا قبل ماتش نهائي الكاس بين الأهلي والزمالك اتفاجئنا بكتلة جماهيرية كاملة بتشتم لاعب من الزمالك بأصعب الألفاظ اللي ممكن تتخيلها. وهنا لازم نقف ونسأل ازاي بيتحول شخص لو كان لوحده عمره ما كان هيفكر يمارس العنف ده لشخص قادر في لحظة انه يخوض في عرض غيره لمجرد انه غريم كرويا، مع انهم من نفس البلد ونفس الديانة وظروفهم تقريبا واحدة. جوستاف لوبون قال في كتابه سيكولوجية الجماهير ان الجمهور كائن همجي. النهارده هنعرف هل كلامه ده بيفسر ليه غضب المشجعين احيانا بيخرج عن كل الحدود ضد لاعب او رمز رياضي، وليه بنتحول من افراد عاقلين لكتلة مشتعلة ممكن تحرق اي حاجة قدامها لمجرد موقف انفعالي. في الفيديو ده هنشرح الجانب المظلم من عقلنا الجمعي وايه علاقة نظرياته بمشاكل الجماهير مع لاعيبة زي شيكابالا وزيزو. علشان نفهم اللغز ده لازم نرجع لباريس سنة 1895 لما طبيب فرنساوي قرر يراقب الناس وهي في حالة هيجان. في كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون في الفصل الثاني بيقول إن أول خصائص الجمهور هي سرعة انفعاله الشديد. بيقول لنا إن الجمهور ده عامل زي أوراق الشجر في مهب الريح، ما بيحركوش عقله، بتحركوا الرياح، والرياح هنا كانت شحنة غضب. ليه الجماهير مش علينا طول الوقت؟ وليه موقف بسيط ممكن يقلب الدنيا؟ الإجابة إن الجمهور ما عندوش وقت مستقطع يفكر فيه. الانفعال عند الجمهور هو فعل منعكس. شيكابالا عمل حركة يبقى لازم الرد يكون زلزال من غير تفكير في دين أو أخلاق، لأن العقل الجمعي ما بيعرفش يفرمل نفسه. ولو كان شيكا ضحية مثالية للجماهير فزيزو كمان كان الوجه الآخر لنفس العملة. وعلشان تعرف إن الموضوع مش متعلق بنادي بعينه بص على اللي بيحصل مع زيزو وجماهير الزمالك في لحظات التعثر أو إشاعات الانتقال. لوبون بيقول إن الجماهير خفيفة الانفعال، يعني مشاعرها زي الموت، ترفعك لسابع سما وتنزل بيك لسابع أرض في لحظة واحدة ومن غير مقدمات. زيزو اللي بيعتبره الجمهور الفتى المدلل والعمود الفقري للفريق بمجرد ما تظهر مجرد إشاعة إنه بيفاوض نادي تاني أو بيفكر في مستقبله بنشوف تحول مرعب. نفس الناس اللي كانت بتمجده وبتهتف باسمه في كل دقيقة هي اللي بتبدأ هجوم ضاري، اتهامات بالخيانة والبيع. والسؤال هنا ليه؟ الجمهور عند جوستاف لوبون ما يعرفش الاعتدال، هو كائن متطرف بطبعه، يا اما تقديس اعمى او كراهيه مطلقه. الجمهور بيتعامل مع النجم كانه ملك عام مجرد اداه لاسعادهم، فلو حسوا للحظه ان الاداه دي ليها اراده مستقله او انها ممكن تخذلهم بينقلب الحب ده في لحظه واحده لغريزه انتقام. الجمهور هنا بيتحول لمحكمه تفتيش زي جمهور الاهلي لما انفجر ضد شيكابالا. الاتنين بيتحركوا بنفس المحرك النفسي، عاطفه مشتعله وغياب كامل للمنطق وشعور بانهم من حقهم يحطموا الرمز اللي هم صنعوه بايديهم. لوبون بيفسر ده بان الجمهور لا يقبل المناقشه، فاما ان تكون معبودهم المطيع او عدوهم الذي يجب سحقه. وده بيوضح حقيقه اخطر، ان الجمهور مش بيتعامل مع زيزو وشيكابالا كبشر، هو بيتعامل مع صوره مثاليه رسمها ليهم في خياله، واول ما الصوره دي تتهز او تخالف هواهم بتتحول المحبه دي لغريزه انتقام جماعيه علشان يثبتوا لنفسهم ان مفيش حد اكبر من الكيان، وان اللي رفعوه للسما يقدروا في لحظه يمسحوا تاريخه. واكيد يعني العنف ده مش عندنا لوحدنا. لو بصينا لبره هنلاقي ان الظاهره دي عالميه. في انجلترا في فتره السبعينات والثمانينات ظهرت جماهير اطلق عليهم لقب الهوليجانز. وعلشان نفهم يعني ايه جمهور بيتحول لجلاد لازم نبص على مصطلح الهوليجانز، لان الهوليجانز دول مش مجرد مشجعين، دول مجموعات ظهرت بوضوح في انجلترا اعتمدت العنف المنظم كجزء من هويتها. الهوليجانز هم التطبيق الحرفي لكلام لوبون عن الهمجيه الجماعيه، ناس بتنزل الملعب مش علشان تتفرج لكن علشان تمارس التدمير. بالنسبه ليهم الخناقه اهم من الماتش، واهانه الخصم وسحقه هي الوسيله الوحيده لاثبات الولاء لناديهم. الهوليجانز هدموا ملاعب وتسببوا في كوارث زي كارثه هيسل لما 39 واحد اتوفوا وفي 600 تانيين اصيبوا، والحادث ده تسبب في منع الفرق الانجليزيه من المشاركه في دوري الابطال لمده 5 سنين. والسبب دايما هو الروح الجماعيه اللي بتلغي عقل الفرد وتخليه يحس انه جندي في معركه حربيه مش مجرد مشجع في مباراه كوره. ولو سيبنا انجلترا ورحنا اسبانيا في وقتنا الحالي هنلاقي حادثه شهيره جدا وبتحصل للاعب بيصنف انه
واحد من افضل لاعبي العالم حاليا هو فينيسيوس جونيور. اللي بيحصل في الملاعب الاسبانيه وتحديدا المشهد اللي هز العالم كله في ملعب المستايا، وهو تجسيد للجلاد اللي اتكلم عنه لوبون في اوضح صوره. الاف من البشر، مش واحد ولا اتنين، بيتحولوا لكتله واحده بتصرخ بابشع الالفاظ العنصريه والتنمر في نفس اللحظه. ليه ده بيحصل؟ لوبون بيفسر لنا ان الجمهور محتاج دايما كبش فدا يفرغ في طاقه الغضب بتاعته. بالنسبه لجماهير الفرق المنافسه، فينيسيوس مش مجرد لاعب مهاراته عاليه، بالنسبه لهم هو ده المستفز اللي لازم نكسره. وعلشان الفرد جوه الجمهور بيحس انه مستخبي وسط الزحمه، بيسمح لنفسه انه يمارس عنصريه مقززه عمره ما كان هيجرؤ ينطق بيها لو لوحده في الشارع. الجمهور هنا ما بيشوفش في فينيسيوس انه انسان، هو بيشوف في صوره ذهنيه لخصم، فبيستخدم العنصريه كاقصر واحقر الطرق لتحطيم الرمز ده. والغريب ان الجمهور ده بيبرر لنفسه الجريمه دي. اللاعب هو اللي بدأ واستفزنا، وده بالظبط اللي قاله لوبون. الجمهور لا يعرف الحقيقه، هو فقط يعرف الاوهام والتبريرات اللي بتخدم غضبه. بس الغريب في كلام لوبون مش بس ان الجمهور عصبي، الغريب هو التناقض. لوبون بيقول ان الجمهور ده كائن عجيب، يقدر في لحظه واحده يتقمص دورين عكس بعض تماما، دور الجلاد ودور الشهيد. ودي الحته اللي بتفسر لنا ليه مشجع الكوره ممكن يكون اعنف كائن على الارض وفي نفس الوقت اكتر كائن مخلص ومضحي. لكن التناقض ده مش بس في العنف. لوبون بيقول ان الجماهير زي ما هي مستعده للدمار، هي كمان عندها قدره مذهله على نكران الذات والبطوله. الفرد اللي ممكن يغلط في المدرج هو نفسه اللي ممكن يقدم اروع امثله الوفاء لو ليه قضيه تجمعه. بص مثلا على ملاعبنا في مصر، رغم كل الصراعات والخلافات بنشوف لحظه مهيبه وبتقف عندها عقارب الساعه لما بتيجي الدقيقه 74 في ماتشات الاهلي او الدقيقه 20 في ماتشات الزمالك. ومش بس في ماتشاتهم لوحدهم، ده كمان في ماتشات القمه اللي بتجمعهم ببعض. في اللحظه دي بيحصل اتحاد شعوري عجيب، الجمهور كله بيتحول لقلب واحد، كشافات الموبايلات بتنور المدرج، الهتاف بيبقى ليه رنه حزن وفخر في نفس الوقت. هنا العقل الجمعي اللي اتكلم عنه لوبون بيتحول لكتله وفاء، طاقه الغضب بتتبدل لطاقه حب واحترام وتخليد لذكرى زمايلهم اللي فقدوهم. ده هو الجمهور البطل اللي مستعد يحافظ على العهد لسنين طويله. ما بيحركوش مصلحه شخصيه، لكن بيحركوا ايمانه بعقيده النادي وبان الوفاء جزء من هويته. وبره مصر الأمثلة كتيرة. في ألمانيا جمهور بروسيا دورتموند بيقدم أعظم درس في التضحية في أوائل الألفينات. النادي كان على حافة الإفلاس والانهيار التام، لكن الجمهور ما سابش المدرج يفضل. 80,000 مشجع في كل مباراة بيحضروا بدون كلل أو ملل. الناس دي مش بتشجع، دول بيعتبروا وجودهم في الملعب واجب مقدس لحماية الكيان من السقوط. لوبون بيقول إن الجماهير مستعدة للموت من أجل قضية لا تفهمها، لكن جمهور دورتموند فاهم كويس إن وجوده هو اللي بيخلي النادي يتنفس. وفي إنجلترا لما تدخل ملعب الأنفيلد وتسمع مدرج ليفربول كامل بيغني يو ويل نيفر ووك الون، في اللحظة دي انت مش بتسمع مجرد أغنية، انت بتشوف حالة نفسية جماعية. الجمهور هنا بيضحي بفلوسه وأعصابه وصحته وبيقف يساند فريقه وهو خسران بنفس القوة وهو كسبان. الوفاء هنا مش للاعبين اللي بيتغيروا، الوفاء للروح اللي بتجمعهم. وبعد ده كله عايزين نعرف ليه الجمهور بيعمل كده. لوبون بيفسر لنا ده وبيقول ان الجمهور محتاج دايما لايمان، ولما الايمان ده بيكون نبيل الجمهور بيقدر يعمل معجزات وتضحيات الفرد لوحده مستحيل يفكر يعملها. الفرد اناني بطبعه وبيفكر في مصلحته، لكن الجمهور غير اناني ومستعد يضحي بكل شيء في سبيل الفكره اللي بتوحد صفوفه. الخلاصة اللي بنطلع بيها من رحلتنا مع جوستاف لوبون إن الجمهور قوة جبارة زي المية، ممكن تكون نهر بيسقي النادي بالحب والوفاء والبطولة، وممكن تتحول لفيضان يدمر الأخلاق والدين، ويتحول لجلاد ينهش في أعراض الناس. المشكلة هنا مش في شيكا ولا في زيزو ولا حتى في فينيسيوس، المشكلة الحقيقية هي في اللحظة اللي بنقرر فيها نسلم مفاتيح عقولنا للزحمة، اللحظة اللي بننسى فيها إننا بشر لينا حساب ولينا قيم وأخلاق، وبنتحول فيها لمجرد ترس صغير في مكنة غضب جماعية. لوبون حذرنا من ده من أكتر من 100 سنة، وقدر يشوفنا واحنا في المدرجات النهارده واحنا لسه بنكرر نفس الغلط. الحقيقه ان المدرج مش بيغيرك، هو بس بيشيل القناع اللي انت لابسه وبيخليك تختار هل هتدوب في وسط الهتافات المسيئه علشان تحس بالقوه الزائفه، ولا هتفضل متمسك بانسانيتك حتى لو واقف لوحدك ضد التيار. الكره دلوقتي في ملعبك انت، المره الجايه وانت لابس قميص ناديك واقف وسط الالاف اسال نفسك هل انا لسه صاحب قراري ولا انا مجرد صدى صوت لصوت غيري. افتكر دايما انك تقدر تكون مشجع مخلص ومحب ومجنون بناديك، بس قبل ده كله لازم تفضل انسان. فهل هتقدر تسترد عقلك حتى وانت وسط المدرج؟